ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل فيديو جديد، واللي مشترك في القناة بالفعل ما ينساش اللايك للفيديو دوت عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. وشكرا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، واهلا وسهلا بكل اللي نورني في القناة جديد. فيديو النهاردة هيكون روتين، كله كده طاقة ونشاط وحيوية. بس بصراحة انا عاملاه في الميعاد مختلف، يعني عاملاه بالعكس. مش اول ما صحيت بقى كده دخلت وعملت بقى اللي ورايا، لا. روتين النهاردة كنت بادئاه من بعد الفطار كده بشوية لغاية الساعة 7 الصبح، وهقول لكم السبب. انا عندي بنتي في سنة رابعة ابتدائي، وطبعا كل اللي ولاده في سنة رابعة عارف التعب اللي احنا بنمر بيه الايام دي. الولاد عندهم امتحانات الاسبوع اللي فات، والاسبوع اللي احنا فيه دوت فاضل لهم يوم ان شاء الله ويخلصوا. فجيت انا بقى كده ايه، قعدت كام يوم الدنيا عندي في الشقة كده مبهدلة، ومش عارفة اسيطر على اي حاجة في الشقة، رغم ان انا كانت ايدي يعني في كل حاجة، بس كنت ايه، دايما حاسة ان الحاجة مش عاملاها على اكمل وجه، بسبب ان انا يعني بروح اوديها المدرسة وكده، وهي مدرستها الصبح بدري. فما كنتش بعرف انام كويس، وما كنتش بعرف بقى اصحى الصبح فايقة اعمل اللي ورايا. عقبال ما بنخلص طبعا سحور واصلي وكده، بلاقي الساعة خلاص دخلت على 5. فهنام امتى واصحى الساعة 6 ازاي عشان خاطر اروح اوديها المدرسة؟ فهو اصلا مدرسة ولادي جنب شغل باباهم، فباباهم في رمضان الشغل بتاعه بيختلف يعني شوية المواعيد بتاعته، اضطر بقى انا ايه اللي اوديهم. فقلت بقى هعمل ايه بدل ما انا قاعدة كسلانة كده اهو ويومي متشقلب، اشقلب انا بقى نفسي معاه. فايه جيت بعد الفطار اليوم دوت، ما يعني فطرت كده وقعدت شوية وشربت الشاي بقى وكل الحاجات بقى دي. وبعد كده دخلت بقى نمت لي كده ايه ساعة، بصراحة فوقتني، رغم ان انا ما بحبش نوم العصر والمغرب وبعد الفطار والكلام ده كله. بس ايه نمت شوية بقى كده، وبعد كده قلت اقوم بقى اغسل المواعين بقى بتاعة الفطار. لميت بقى كده الاطباق كلها والكوبايات، واللي كان شرب عصير، واللي كان مش عارفه عنده زبادي باقيه من السحور. انتوا عارفين الولاد في اي وقت كده بتطلب الحاجه بتاعتها يعني. فمسكت بقى المواعين بقى كده كلها، غسلتها انا قبل ما انام، حطيتهم بس يعني في الحوض كده، فضيتهم وحطيتهم في الحوض. فمسكتها بقى كده غسلتها كلها، وظبطت المطبخ بعد الفطار، يعني على قبل السحور بشويه، يمكن على الساعه 12 كده 11 دخلت بقى على المطبخ. مش فاكرة بصراحة كانت الساعة كام، بس قلت انا هدخل هطلع منه بعد السحور، بعد ما اجهز السحور. مسكت المواعين كده غسلتها وخلصتها كلها. طبعا احنا عارفين مواعين رمضان بتبقى بزيادة قوي، مش عارفة ايه السبب بصراحة والله. والوقت بيبقى ضيق عقبال ما تخلصي الفطار وتفطري وتخلصي مواعين الفطار، ما بتلحقيش بقى تريحي شوية. تبص تلاقي خلاص قايمة تجهزي السحور، لا قايمة تجهزي الأول الحلو أو هناكل الحلو، وبعد كده بقى تروحي داخلة على الايه تجهزي السحور. فتلاقي اليوم بيجري كده معاكي. هو بصراحة يعني رمضان خلاص يعني آه خلص بسرعة وكان سريع جدا وأيامه حلوة وجميلة. بس في فترة كده في اليوم بتبقى هي اللي متعبة شوية. بس الحمد لله كل حاجة بنؤجر عليها طبعا. ربنا يجعل كل حاجة في ميزان حسناتنا و... ودايما قولي اللهم اجعل عمل اليوم خالص إلى وجهك الكريم. ربنا يكرمنا على كل تعبنا اللي بنتعبه مع أولادنا يا رب العالمين. ودايما بقول في فيديوهاتي ظبطي يومك على حسب يومك انتي، على حسب نظامك انتي، وشوفي انتي يومك ماشي ازاي. ما تظبطيش يومك على نظام اي حد، او زي ما حد ما بيقولك، سواء قناة من على اليوتيوب او اي حد من حواليكي، لان انتي عارفة وقتك ماشي ازاي. مواعيد ولادك بيصحوا امتى، يناموا امتى، مواعيد جوزك وكل الكلام دوت. يعني في ناس جوازها بيشتغلوا بالليل، فبتعمل حاجتها بالليل وهم يعني مش موجودين يعني في البيت وكده، وطول النهار بتبقى قاعدة فاضية. وفي العكس اللي بيحب ينام بدري ويصحى بدري يعمل حاجته الصبح. فانت دايما بقول ودايما هقول ظبطي يومك على حسب يومك انتي. انا طبعا بيبقى لي مواعيد اصحى فيها وانام فيها. طب انا لما مواعيدي مقلوبة الايام دي، فعملت ايه، عملت برضو اللي مشي مع يومي. يعني انا لاقيه نفسي صاحيه لغايه الصبح،
خلاص اعمل حاجتي وانا بالليل، كمان عشان افوق نفسي، لاني ما بحبش ابقى قاعده كده هو انام على نفسي كده والكلام ده كله. لا، بقوم بتحرك وايه عشان افضل صاحيه لغايه الصبح، لغايه ما اخد بنتي وامشي. بصراحه انا قعد يعني لما تعبت من يومين كده، تعبت قوي. جوزي اضطر ان هو يعني يروح يوديها وكده، يعني خفف عني بصراحه يعني. الله يبارك له. فايه بقى، انا قلت خلاص بقى اظبط يومي بقى على كده. فجيت قلت اخلص مطبخي من بالليل، ولو في حاجة هتبلها من بالليل هتبلها، لو في نص الاكل هسويه من بالليل تمام، يعني مثلا فراخ او لحمة او اي حاجة عايزة اعملها بالليل، او اعصج اللحمة مثلا، خلاص اعملها من بالليل عشان هصحى الصبح طبيعي هبقى اصلا كسلانة ومش شايفة قدامي. يعني هعمل ايه؟ وانا صاحية كده نايمة يا دوب 3 4 ساعات، ولو نمت زيادة بصحى برضو مصدعة. وبعدين ببقى عايزة اصحى عشان خاطر ولادي الصغيرين عايزين يفطروا، لان هما طبعا ما بيصوموش. يعني هي ساجدة صامت كام يوم بصراحة. بس ايه، قلت لا برضو يعني دول اطفال مهما كان، تسابيح برضو عايزة تفطر كده صغيرة عندها 3 سنين، فلازم اكون ايه فايقة برضو معاهم. فطبعا كل حاجة جهزتها من بالليل، وما خليتش ايه اي حاجة ورايا. يعني حتى الترويق كنت فيه روقات بروقه بالليل، ترويق الشقة، وابقى نايمة اخلي الدنيا زي الفل. لو مثلا عملت اكل بالليل وخلصت المطبخ بالليل وشطبته، خلاص ما روقش الشقة، مش قادرة خلاص بلم. بس لو في حاجة كده مكركبة قوي، ومش لازم يعني اكنس واخلي الشقة زي الفل بالليل، لو عاملة اكل من بالليل، لو بعمله بالليل عشان ما يبقاش اكل وترويق وكده وسحور والكلام ده كله. هتشوفوا برضو معايا من خلال الفيديو ان شاء الله انا عملت ايه. المهم بوصلك ان انت لازم تسهلي على نفسك في اي وقت. مش شرط تقولي ان انا لازم اصحى بدري واعمل الحاجة بدري. احنا اصلا شوفي بننام الساعة كام، فهتصحي بدري الساعة كام. وكمان لو عايزة تصحي هتروحي تجيبي العيش بتاعك ولا هتجيبي الحاجة من السوق بتاعتك، يا دوب هتلحقي. فانتي خلصي اللي وراكي من بالليل، بس يعني كده يكون اسهل عليكي. الكلام ده مش في رمضان بس، الكلام ده في اي وقت من اوقاتك. يعني معاكي بيبي صغير بتسهري اعملي حاجتك بالليل. دايما بقول كده لان الحاجات دي انا مريت بيها، والحاجات دي انا لقيت ان هي بتنفع. مش شرط يعني ابقى صاحيه بدري واعمل حاجتي من الصبح. انا ممكن اصحى الصبح، اصحى افطر ولادي واقعد على التليفون عادي، ما وريش حاجه قوي، واعمل اكلي متاخر شويه لان ببقى مظبطه يومي من بالليل. المهم كده خلصت مطبخي وغسلت المواعين كلها والرخامة وكل حاجة ورايا، وغسلت الفوط كويس جدا، لاني طبعا انتوا عارفين المطبخ دلوقتي مشغول على طول في رمضان. الفوط على طول بتوسخ، فاول باول كده انا جايبه صابونه حطها في المطبخ لايديا للفوط كده، فايه بغسلها. اوقات برضو بغسلها بصابون سائل، بس بصراحه هي بتنضف قوي من الصابون العادي. فالمهم ولمحت الحوض اهو مخليتش في حاجه، وبعد كده بقى هدخل اجهز السحور. دايما ولادي بيحبوا في السحور اعمل شكشوكه دايما وبطاطس محمره. يعني على طول، يعني قعدت يوم ما عملتهاش وعملت بيض مقلي او بيض بالفول او كده، آه، او فول بالبيض يعني. يرجعوا يقولوا لا عايزين شكشوكه يا ماما. فعملت لهم شكشوكه وبطاطس محمره. وكان بقالي كام يوم ما عملتش طعميه، رجعوا لا عايزين طعميه، عملتها لهم. جهزت السحور كده على السريع تمام. وانا برضو بجهز السحور قلت ايه، كنت طبعا انا عارفه انا هعمل غدا فطار ايه قصدي تاني يوم. فطلعت الحاجه طبعا تفك بقى اللي انا هعملها تاني يوم، لاني كان الوقت ده ما كانش بايعين فراخ بره، انا كنت جايبه الفراخ حطاها في الفريزر. فطلعت برضو الفراخ خليتها كده تفك. المهم حطيت جبنه وحطيت فول كده، وايه جهزت كده السحور بتاعي. السحور طبعا ما بيبقاش فيه افكار كتير قوي. وايه بقى كنت مطلعه الفراخ بتاعتي كده تفك، غسلتها وحطيتها كده في الصينيه، وطلعت بصلايه وطماطميتين وقرن فلفل، وقلت اضربهم كده في الكبه وانا واقفه بالمره وانا بجهز السحور. وايه واحطهم على الفراخ اتبلهم بالمره. يبقى انا كده خلصت من المطبخ. طبعا تاني يوم هيكون يعني اولع على الاكل على طول. هنا الفراخ حطت لها ورق لورا وحبهان وبابريكا، وحطت لها بهارات. وهحط لهم نص عود قرفة كده او يعني جزء صغير، بس لما اجي اسويها ان شاء الله. وممكن تحط لها برضو لو فراخ كبيرة احط لها كده معلقتين خل في التتبيلة. انا كده هتبلهم واشيلهم بقى في التلاجة. وطبعا ما ننساش الملح
هشيلهم في التلاجة لتاني يوم. هتكون بصراحة يعني خدت كده في التتبيلة، وممكن تحط لها برضو معلقتين زبادي. انا ما حطيت لها الزبادي، انا حطيت لها بس الخلطة بتاعتها بس دي، زي ما انتوا شايفين كده. وهقلبها برضو يمين وشمال، واخلي التتبيلة تدخل فيها كلها. بتبقى حلوة جدا لما بتحط لها حبان، بس اعرفي كام واحدة حطيتها لها عشان تطلعيهم يعني تاني، عشان لو هتاكل الصوص يعني بتاعهم وكده. عايزاكم بنات تدعموني كتير جدا باللايكات، عشان هي اللي بترفع الفيديو. وما تنسوش تشيروا لي الفيديوهات بتاعتي عشان خاطر قناتي تكبر بيكم. بيبقى في عندي مشاهدات على الفيديوهات، بس مبيبقاش عندي لايكات، فما تنسوش اللايكات. وبرضو كنت عايزة اعمل ورق عنب، فسلقته برضو من بالليل، وقلت ايه اشيله برضو كده في التلاجة يبقى جاهز للصبح. وعندي خلطة ال- المحشي في التلاجة جاهزة، مفيش غير اغسل الرز والخضرة واحطهم. المهم كده بعد ما خلصنا صليت الفجر والحمد لله يعني قعدت اسبح كده وقريت قرآن، وخلصت كده ايه كل حاجة. وكان عندي حبة غسيل عايزين يتنشروا، فقلت انشرهم قبل ما امشي. كده كان خلاص الصبح صبح، وكانت دخلنا على الساعة 7. لا، وجينا كانت الساعة 7، وكنت خلاص بسملة كانت لبست، قلت لها هنشر حبة الهدوم دول قبل ما انزل على طول. وايه عشان ابقى كده اجي بقى يعني انا بعد ما اخلص، بعد ما اجي من المدرسة هجيب العيش وباقي الحاجة بتاعتي لو محتاجة حاجة. الفرن طبعا بتبقى زحمة الصبح، فهجيب بقى العيش بتاعي من الفرن واخلص كده حاجتي الصبح، واجي بقى ادخل انام. عقبال ما بنام بتكون الساعة 9، اصحى بقى 12 واحدة 2، انا ببقى خلاص مخلصة يعتبر اللي ورايا من بالليل. ومواعين السحور برضو غسلتها بسرعة، ما خليتش حاجة عشان ابقى رايقة وفايقة. وكده بنتي طبعا عقبال ما بتيجي من المدرسة بتيجي برضه هي التانية تنام لها شوية. واليوم الحمد لله بيمشي على قد ما بنقدر، على قد ما بقدر كله بتسهيل طبعا ربنا، بس على قد ما بقدر بظبط يومي. الحمد لله ربنا يعيننا على وقفتنا في المطبخ وعلى كل حاجة ورانا. ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك على الفيديوهات، ويا ريت شير. بقالي ماشية في 4 سنين على اليوتيوب، ولسه انا في محلك سرك. الحمد لله على كل دولنا ربنا، وكل الحاجات دي ارزاق، وربنا يرزقني ويرزقكم ان شاء الله. كده خلصت معاكم فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.